حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون، كما تعلمون فإن دستور 2011 قد بوأ جمعيات المجتمع المدني مكانة خاصة، ومع التطور الذي يعرفها هذا الحقل كما ونوعيا، وخصوصا كمستفيد من الدعم المالي العمومي ومن الإعفاءات الضريبية التي تخولها صفة المنفعة العامة، ومن اللجوء إلى الإحسان العمومي، فقد أصبح المجلس يولي أهمية خاصة لمراقبة أوجه صرف الأموال التي تستفيد منها الجمعيات. وفي هذا الإطار تم إحداث خلية بالمجلس الأعلى للحسابات أسندت إليها مهمة تتبع ومراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات، وتحديد برنامج سنوي لأشغالها. ولهذا الغرض يسعى المجلس إلى تجميع المعلومات والبيانات المتوفرة حول الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، حيث راسل الجهات المعنية قصد موافاته بقوائم الجمعيات المستفيدة من الدعم المذكور، وتذكيرها بوجوب تقديم الوثائق المحاسبية والمالية حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما اتخذ المجلس نفس المبادرة إزاء الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، قصد موافاته بالمعطيات والبيانات المتعلقة بمختلف أوجه تدبيرها في أفق إرساء قاعدة معطيات حول الخاضعين لمراقبة المجلس في هذا المجال. ويقوم المجلس حالياً بإعداد تقرير يرصد أوضاع التمويل الممنوح للجمعيات قصد تقييم توصيات هدفها الشفافية والحكامة المالية لهذه الجمعيات.